بعد اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين المصريين للحصول على حليب الأطفال المدعم، أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد يوم أمس أن القوات المسلحة المصرية ضخت 30 مليون علبة حليب للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيها للعبوة بدلا من 60 جنيها مصريا. تدخل الجيش المصري وبهذه السرعة أيضا أعاد إلى النقاش دور الجيش المصري في نظام الدولة في مصر، فالجيش يشرف على عدد كبير من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، بل إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذكر في حوار مع رؤساء تحرير صحف قومية بأن الجيش يقوم بدور في ضبط الأسعار في مصر. فما حدود هذا التداخل في صلاحية الجيش ومؤسسات الدولة في مصر؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي دكتور ناجح العبيدي. أهلا وسهلا. وينضم إلينا من القاهرة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي. أهلا بك سيادة اللواء. سؤال بالنسبة للمراقب، يعني وزير الصحة يقول إن القوات المسلحة تدخلت لحل أزمة حليب الأطفال. السؤال هنا، هل الجيش هو مؤسسة فوق الدولة أم ضمن الدولة أم مستقلة تماما؟ أهلا بيك وبضيفك الكريم، وأنا سعيد بهذه الأسئلة لأن هي موجودة في الشارع وقد تكون موجودة في بعض الدول الأخرى ووسائل الإعلام، فكنا نحن نطرحها بشفافية، فدي نقطة قوة لحضراتكم وأهلا بكم مرة تانية. الجيش ليس فوق الدولة، الجيش في خدمة الدولة. وخليني أكون واضح وصريح ومباشر في أزمة مثل أزمة حليب الأطفال. هي أزمة بالأساس لا تخص القوات المسلحة، لكن لما يبقى في أزمة والقطاع المدني لم يستطيع أن يديرها، والأزمة لها 3 نقط رئيسية: فيها تهديد وفيها مفاجأة وفيها ضيق وقت. وبالتالي لما يبقى في مؤسسة من مؤسسات القطاع المدني لم تستطيع أن تدير هذه الأزمة بسرعة وتحلها، فالجيش يتدخل فورا يحل هذه الأزمة لصالح القطاع المدني. هو مش هيستفيد إطلاقا بحليب الأطفال، لكن القطاع المدني هو المستفيد الأول والأخير. طيب. وبالتالي حل الأزمات والتدخل بسرعة لحلها لخدمة القطاع المدني. طيب، يعني لكن معلش سيادة اللواء، يعني هذا التدخل من قبل الجيش يعني يظهر بأن الدولة تعيش في أزمة ولديها مشاكل، والجيش هو يعيش في بحبوحة ولديه كل الإمكانيات لحل المشاكل. الصورة هنا يعني تبدو غريبة بالنسبة لأي مراقب من الخارج. خليني برضو أكون في منتهى الصراحة، الدولة فيها أزمات، ده صحيح، الدولة فيها أزمات والإقليم كله فيه أزمات، عشان نبقى برضو واضحين. وأسبابها ممكن نتطرق إليه لأسبابه في لقاءات أخرى، عايز وقت أطول شوية. لكن إن الجيش يعيش في بحبوحة دي، الجيش اللي بيحمي الحدود أبنائه في سيناء بيقوم بتدريبات مشتركة وتدريبات داخلية وخارجية. يعني فقط للتذكير سعادة اللواء، يعني الجيش المصري كان أقرض البنك المركزي المصري أموالا لحل أزمة نقص العمولة. الجيش المصري قدر ان هو على مدار سنين طويلة من خلال بعض الشركات اللي بيديرها ان هو يبقى عنده يعني جزء من الأموال. هذا الجزء من الأموال بيستخدمه في الحالات الطارئة في أمور التسليح على وجه التحديد، وإذا كانت الدولة في أزمة فلم يتأخر على الدولة. لكن هذه الأموال الجيش ما عملهاش ما صرفهاش في أي اتجاه يخص مثلا مرتبات أو يخص مميزات إطلاقا، لكن هي كانت تخص التسليح على وجه الخصوص، خاصة أنت عارف قيود التسليح على المنطقة وقيود قطع الغيار وانتقالها على منطقة وعلى مصر بالذات، وإيقاف أدي مثال واضح: إيقاف المعونة العسكرية من أمريكا بعد 30/6 وإيقاف السلاح. فإحنا كقوات مسلحة كنا عاملين حساب أيام زي دي، وبالتالي لازم يبقى في فائض من الأموال نقدر نجيب بيه قطع غيار ونتصرف لحماية الدولة.
هذه الأموال لما احتاجتها القطاعات المدنية في ظروف أزمة اقتصادية لم يتأخر القوات المسلحة، لأن انهيار القطاع المدني هيعني انهيار الدولة. وبالتالي طيب حتة الجيش في بحبوحة دي يعني أنا متحفظ عليها ووضحتها لحضرتك ولضيفك طيب الكريم. دعنا نشرح معنا دكتور ناجح العبيدي معنا هنا في الاستوديو. دكتور ناجح العبيدي، يعني الجيش يتدخل عندما تعجز المؤسسات المدنية عن الحل، يقول سيادة اللواء الحلبي معنا من القاهرة. ما قراءتكم؟ يعني طبعا بغض النظر عن النوايا الطيبة لحل هذه الأزمة التي طبعا يعاني منها بالذات شريحة واسعة والأطفال الرضع خاصة، يعني فيها جانب إنساني أيضا، لكن يجب القول بوضوح بأن هذا التدخل للجيش هو إعلان عن إفلاس الدولة المدنية. يعني أين وزارة التجارة؟ أين وزارة الصحة؟ أين الاقتصاد المصري إذا كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا؟ أن يتدخل الجيش بهذه الأسلوب هو في الحقيقة أيضا يشكل ضربة موجعة لجهود الحكومة المصرية في إصلاح الاقتصاد المصري. الحكومة المصرية فشلت في الامتحان، صحيح إنها نجحت في امتحانات هامة قبل أسابيع عندما حصلت على قرض كبير من صندوق النقد الدولي، عندما أقرت قانون ضريبة القيمة المضافة، ولكن الآن الأزمة تشير بوضوح أنه الدولة لم تكن مستعدة لمثل هذه التداعيات عندما اتخذت قرارها بمراجعة الدعم. أنا لا أعترض على مراجعة الدعم وترشيده ومحاولة توجيهه إلى الناس المستحقين، ولكن النتائج في الأرض تشير بأنه الدولة لم تكن مستعدة وأنها فشلت في تقييم هذا الأوضاع، ما أدى إلى هذا الوضع. وهذا يعبر عن وضع شاذ وغير طبيعي ويتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق التي ترفع لواءها الحكومة المصرية. طيب لنبقى مع يعني وجهة النظر الحكومية هنا، أو لنقول الذين يدافعون عن تدخل الجيش. يعني أمام تدهور الاقتصاد، العملة المصرية الآن في أسفل يعني مستوياتها منذ عقود، أمام هذا التدهور، تردد المستثمرين، أزمة الإرهاب، السياحة، يعني أليس مفهوما أن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة الإقلاع الاقتصادي على الجيش؟ يعني من المؤكد أن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات هيكلية، وهذه أيضا موروثة من عقود لم يتسبب بها السيسي لوحده والحكومة الحالية. وطبعا تتمثل في انهيار السياحة على سبيل المثال، انهيار قيمة العملة المصرية، هناك عجز كبير في الموازنة، هناك عجز في ميزان المدفوعات، هناك غلاء، هناك نقص في احتياط الأجنبي وغيرها. وطبعا كل هذه تتطلب إصلاحات جذرية، وإصلاحات للأسف يجب أن نقول أيضا مؤلمة، يعني ممكن أن تمس مصالح فئات واسعة، والحكومة لا تجد خيارا سوى المضي، ولكن أن تعتمد الحكومة على الجيش في حل هذه المشاكل هذا يناقض مبدأ الإصلاح. الإصلاح يجب أن يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وإلى الاقتصاد المصري يقوم به، وليس إلى الجيش المتهم بشكل واضح بإقامة إمبراطورية اقتصادية واسعة تشمل جميع الفروع. سنعود إلى موضوع الإمبراطورية هذه معك سيادة اللواء الحلبي. يعني بالنسبة للمراقبين هناك من يرى بأن الجيش يعني هذا هو هدفه، يعني أن يظهر بمظهر المنقذ دائما، ورغم أنه هو مسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، ليس فقط من يعني ما يخص الصناعات العسكرية، وإنما أيضا خدماتية وطبية وغذائية وكل ما إلى ذلك. حتى هناك تقارير تقول بأن الجيش يسيطر على حوالي 60% من الاقتصاد المصري. يعني لهذا يريد أن يظهر دائما بدور المنقذ كما ظهر الآن مع قصة وأزمة حليب الأطفال. خليني الأول أصحح بعض الأرقام. هو الرقم ده 60% رقم غير صحيح، ورقم
اي تقارير صحيحه، هو الرقم اقل من كده بكثير، وفي تقديرات بتقول ان هو في حدود ال 2%، لكن هو رقم قليل جدا. 2% تقول؟ النقطه الثانيه يعني لدي هنا تصريح في حدود للملياردير المصري 2%. نجيب ساويرس يقول بأن الجيش يسيطر على 40%. لدي هنا تقارير يعني مستقلة، ميدل ايست اي يعني ذكرت بأنه من 50 إلى 60%. 2% تبدو يعني ضئيلة جدا في ظل. أنا هوضحها لحضرتك. هو تفضل. الجيش لما بيقوم بأي عمليات زي مشروعات الطرق، زي حفر قناة السويس، الجيش ليس لديه هذه الإمكانيات وهذه الشركات للقيام بهذه الأعمال. الجيش فقط يشرف ويدير، والمنفذ هي شركات مدنية. يعني لو حضرتك رحت لهذه المواقع هتلاقي شركات مدنية تماما هي اللي بتقوم بعمليات الرصف، عمليات حفر القناة. اللي بيحسب بقى ان هذه العملية بالكامل تخص القوات المسلحة، هو في هذا التقدير تقدير غير صحيح. الإدارة فقط هي للقوات المسلحة. القوات المسلحة ما عندهاش هذه الإمكانيات من الشركات اللي تقوم بكل هذه المشروعات، لكن هي تدير فقط هذه المشروعات. وبالتالي عشان كده بنقول خليها في رقمها الصحيح، ما يبقاش المشروع كله ان هو تمتلك القوات المسلحة. النقطة الثانية ان خلينا افصل ما بين حاجتين، ما بين ان القوات المسلحة بتدير بعض المشروعات والشركات مدنية، وان القوات المسلحة لديها بعض الشركات اللي هي بتقوم ببعض الاعمال المدنية والمشروعات الغذائية. خلينا نفصل الملفين دول عن بعض عشان يبقى الامور اكثر وضوحا. فيما يخص الشركات اللي هي جهاز الخدمه الوطنيه، دي بعض الشركات وهي في حدود ال10 شركات بتقوم بصناعات تخدم القوات المسلحه وتفي باحتياجات القوات المسلحه من الغذاء، علشان ما تاخدش القوات المسلحه هذه الكميات من السوق المحلي وتاثر على السعر، وبتطرح الفائض في السوق عشان توزن السعر اللي في السوق. والشركات دي عددها ماهوش كبير، والقيمة اللي بتنتجها يعني ماهوش كبيرة وليست مؤثرة بالشكل اللي موجود. طيب، وهي على فكرة موقع على الانترنت فقط لنوضح الشركات ومنتجاتها. فقط لنوضح للمشاهد من خارج مصر ومن داخلها، يعني آخر يعني المشاريع الاقتصادية للجيش من بينها افتتاح مشروع مدارس تعليمية خاصة. بدر هنا يعني أليس من الأولى مثلا بالجيش أن يدعم المدارس الحكومية هنا، وما يعني دخل الجيش بمدارس تعليمية خاصة؟ هو فعلا الجيش بيدعم المدارس الحكومية، وفي دعم بصورة عالية جدا بناء مدارس وترميم مدارس حكومية بصورة كبيرة جدا. فخلينا نبص للصورة كلها. في مشكلة في المدارس في مصر وفي عدد المدارس في مصر ضمن مشكلة التعليم الموجودة. أحد أركانها الرئيسية عدد المدارس قليل، وبالتالي لما يطلب من القوات المسلحة انها تقوم ببناء بعض مدارس خاصة ربحية او بترميمها، دي نقطة بتساعد. ولو حتى هذا الخبر الحقيقة أنا يعني أول مرة أسمعه من حضرتك، لكن ما أعتقدش أن الجيش بيقوم بمدارس خاصة ربحية. هو بيدعم بناء المدارس، وقد يوكل إليه أو تطلب منه بعض الشركات وبعض المؤسسات أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ببناء هذه المدارس. يعني هو بنى قبل كده مراكز شباب لوزارة الشباب، لصالح وزارة الشباب. ثقة القطاع المدني في الأعمال اللي بتقوم بها القوات المسلحة ثقة كبيرة جدا من حيث الجودة والسعر وتوقيت التنفيذ. النقطة بس الملحوظة الأخيرة في ثواني معدودة، الاقتصاد المصري ومصر عموما بتمر بأزمة. هذه الأزمة محتاجة كل الجهود علشان تمر بسرعة منها مصر، وإن شاء الله تمر بسرعة. أحد هذه الجهود هي جهود القوات المسلحة في مساندة القطاع المدني. طيب، مساندته بكل السبل في كل الاتجاهات إلى حين أن تمر هذه الأزمة. كان لديك تعقيب دكتور ناجي؟ يعني عندي تعقيب أولا على موضوع أنه الجيش قادر على تقديم الخدمات بسعر رخيص وبجودة عالية، وطبعا هذا ليس غريب لأنه يستخدم الجنود مدفوعة رواتبهم من ميزانية الدفاع، يعني أنه العمالة يحصل عليها بشكل مجاني.
وغيرها طبعا من المزايا. وطبعا هذا وضع غير طبيعي. يعني الجيش من خلال مشاريعه الاقتصادية له وضعية احتكارية، له مزايا وتفضيلات وتسهيلات لا يتمتع بها الآخرون، وبالتالي يعني لا القطاع العام ولا القطاع الخاص قادر على منافسة الجيش. وهناك عندي أيضا تعقيب حول مساهمة الجيش في الاقتصاد المصري. يعني حتى المتحدث الرسمي أقر بأنه 5%، ولكن هذه في تقديري أيضا نسبة متدنية. والمشكلة الأساسية أنه حالة الغموض التي تسود هذا الوضع، ليست هناك شفافية، وهذا الموضوع يضر بعملية التنمية ويضر بالاقتصاد المصري. يعني من الممكن أنه الجيش أدى خدمة الآن وحل أزمة الحليب الأطفال مؤقتا، ولكن على المدى الطويل هذا يضر بعملية التنمية ولا يعني يفيد الاقتصاد المصري. يعني هناك تقديرات ومنها أيضا منظمة الشفافية الدولية تشير إلى أنه بين 40 إلى 60%، وهذا المرجعية التي استندت إليها. أيوة، وهناك أيضا يعني تقارير موثوقة بأنه الجيش يساهم في صناعة السيارات، يساهم في صناعة الإلكترونيات، وهناك أشياء معلنة، يعني مشاريع السويس، قناة السويس الثانية، مشروع تشكي، يعني أيضا يساهم في الزراعة، في استصلاح الأراضي، ويساهم أيضا في مشاريع البنية التحتية وفي كثير من المشاريع، وهو يستفيد من موقع احتكاري، وهذا يتعارض تماما مع مبادئ اقتصاد السوق ولا يفيد التنمية. إذن هذه المساعدات التي يتقدم بها الجيش المصري سيادة اللواء هي بفضل هذا المركز الاحتكاري للجيش. الجيش لا يدفع ضرائب، لا يدفع جمارك، يمتلك يعني نسبة كبيرة من الأراضي في مصر ويسيطر عليها، ويعني يسيطر حتى على يعني طريقة إصدار حق الملكية. فهنا يعني يبدو الوضع غريب بالنسبة للمراقب حين يتدخل الجيش ويقول بأنه منقذ. خليني أوضح بس بعض النقط اللي قالها ضيفك الكريم. أولا، هذه المشروعات لا يعمل بها الجنود إطلاقا، وحتى الشركات اللي بتخص القوات المسلحة لا يعمل بها جنود. وعلى فكرة الشركات دي مفتوحة ومفتوحة لأي حد بيطلب زيارتها، وعندنا في بعض الإعلاميين طلبوا زيارة هذه الشركات وزاروها فعلا وشافوا خطوط الإنتاج ومن العاملين في هذه الخطوط. وعلى فكرة الشركات فنية، فيها تقنيات فنية عالية، فما فيهاش جنود ومحتاجة خبرات فنية عالية كلها. ولكن في كثير من المدنيين المشاريع فقط إدارة الجيش يستخدم المعدات بشكل واضح، في الصور تظهر يستخدم المعدات والآليات لا المملوكة له، يعني وهي ما عندوش هذه المعدات. يعني في قناة السويس كانت واضحة. اديني فرصة. طب اديني أنا، تفضل. يعني اديني من فضلك، بس اديني فرصة أكمل وبعدين قول رأيك المخالف زي ما حضرتك عايز. يعني تفضل. أنا يعني أهلا وسهلا بأي رأي مخالف، بس اديني فرصة أكمل رأيي. تفضل سيادة اللواء، تفضل. المتابع. طيب، المتابع جيدا. أولا خليني أركز على النقطتين. النقطة الأولانية أن من يعمل في هذه المشروعات مش جنود إطلاقا، والشركات اللي هي موجودة تخص جهاز الخدمة الوطنية مفتوحة وبيزورها إعلاميين وبيزورها قطاعات من المدارس، واللي موجود فيها مش جنود إطلاقا. النقطة الثانية بتخضع للضرائب وللمياه والكهرباء وكل الخدمات بالسعر اللي بياخده القطاع التجاري، وبتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات. والمستندات دي موجودة وبيوريها على فكرة اللي عايز يزور هذه الأماكن. نيجي بقى للمعدات اللي بتستخدمها القوات المسلحة. المتابع الجيد لحفر قناة السويس على سبيل المثال هيلاقي ان المعدات اللي موجودة ده كان في معدات منها مش موجودة في مصر وجابوها من بره، معدات التكريك. طيب. وهكذا. وبالتالي الجيش لا يمتلك كل هذه معدات الحفر، لكن بيعتمد أركز تاني على الشركات المدنية. كما ذكرت سيادة اللواء قبل قليل، يعني أعود إلى ما أكدته أنت يعني قبل قليل، بأن الجيش يدير مشاريع ولا يمتلكها. هذا ما فهمت من كلامك. السؤال الآن من ناحية اقتصادية، الجيش في فنه الإدارة يعني هي مبنية على الأوامر والطاعة المطلقة، وغريب يعني بعيد عنها الشفافية.
فيعني كيف لمؤسسة لا تعرف سوى الطاعة أن تشتغل هنا في عمل اقتصادي حر؟ أولا حتة إن المؤسسة مبنية على الطاعة، هي مبنية على الاحترام وليس الطاعة العمياء. لو أنت حضرتك جيت وشفت مثلا القرارات كيف تدار على المستوى الاستراتيجي، يمكن ده من المستوى ده مش كل الناس شافته، والقرارات على المستوى التعبوي اللي هو مستوى الجيوش هتلاقي فيه الآراء والرأي الآخر. سيادة اللواء معذرة أقاطعك هنا لأن الوقت بات يداهمنا. يعني عندما تحدث وزير الكهرباء في بث تلفزيوني مباشر مثلا عن خروج السد العالي من الخدمة، قاطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي غاضبا وطلب منه أن لا يعلن عن التفاصيل. عندما عرض وزير النفط في بث تلفزيوني مباشر آخر خريطة لخط مقترح لأنابيب البترول طالبه الرئيس بحذفها. هنا الأوامر بشكل واضح. خلي بال حضرتك من نقطة مهمة، وكويس إن حضرتك قلت هذا الموضوع. في بعض النقاط التي قد تتداول جوه الوزارة أو جوه مؤسسة معينة لا يجب أن تعلن في أثناء إدارتها أو أثناء معالجة مشكلة معينة، وده بيحصل في كل الدول. ليس كل ما هو موجود جوه كل مؤسسة أن يظهر على العلن في أي توقيت وفي أي وقت، وده طيب. طبيعي في أي دولة، وبالتالي النقطة دي المفروض أن كل الناس تعنيها. خليني أرجع تاني للسؤال بتاع حضرتك بقى، موضوع الشفافية. أرجع تاني لنقطة مهمة جدا، ما يدار من مشروعات بواسطة القوات المسلحة والقطاع المدني هو منفذ، دي مشروعات معلنة وموجودة وبأرقامها بفلوسها. ما تمتلك القوات المسلحة من جهاز خدمة وطنية يمتلك بعض المشروعات، بأكد تاني بيخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وكل المحاسبات من مؤسسات الدولة وموجودة. وعلى فكرة بأكد تاني متاح زيارتها لكل الإعلاميين تماما، وأنا زرت معايا إعلاميين لهذه الأماكن. ارجع تاني بقى لجمله اخيره جدا، انا عارف الوقت قليل. الوقت ده ان لم تتدخل القوات المسلحه لانقاذ بعض مؤسسات القطاع المدني، من الذي سينقذها وبمن سيستنجد القطاع المدني حتى لا تنهار الدوله وتبقى زي دول موجوده في المنطقه. عدنا إلى قصة البيضة والدجاجة. شكرا جزيلا لك سعادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي لمشاركتنا هذا الملف في مسائية DW. شكرا لك لمشاركتنا من العاصمة المصرية القاهرة، وشكرا لك الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي لمشاركتنا أيضا. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.